المجموعه دي يا جماعه رغم ان انا حطيت عليهم تحديات كبيره جدا، انا بعد ما قلت لهم هتتكلموا عن حاجه انتوا ما تعرفوهاش، قالوا احنا عايزين نتكلم وقدام الجمهور. قلت لهم طب هيبقى في قلم في بقك عشان نطبق تدريب القلم كمان، قالوا احنا موافقين. قلت لهم اللي هيتكلم هيبقى واقف على رجل واحده كده، قالوا موافقين. قلت لهم هيرفع ايديه فوق، قالوا موافقين. فهم طالعين دلوقتي عشان يعملوا التحدي ده. ازاي يقدروا يتغلبوا على كل التحديات دي ويقفوا قدام جمهور ويتكلموا، ده اللي هنشوفه. بس تيسيرا عليهم احنا هنعمل قصه. اول واحده هتبدا قصه ولد، قصه بنت، اي قصه، واللي جنبها اما اقول لها كفايه اللي جنبها هتكمل، وبعدين هتكمل، وبعدين هتكمل القصه. هنا بقى مجال الابداع والابتكار والخيال، لان حد بدا قصه حيوان مثلا وقال ان هو عمل كذا ونط فين ونزل فين، اللي بعدها ازاي تقدر تكمل قصه حياته بجمله واثنين وثلاثه. الموضوع ده مش سهل، محتاج خيال ومحتاج ثراء ومحتاج لغه. ده اللي هنشوف هم هيعملوه ازاي دلوقتي. يلا نبدا. كل واحده تحط القلم بتاعها، تقف على رجل واحده، واللي تنزل برجلها تتفضل تدخل مكانها. يلا بسرعه. القلم مش الانبوبه. لا القلم مش الانبوبه. استنى نزله بسرعه. اللي تنزل رجلها او تشيل القلم تدخل بقى مكانها. يلا بسرعه نبدا. اتفضلي. مرحبا، أنا أدعى مايا. ذهبت مع عائلتي إلى حديقة الحيوان وشاهدت كثيرا من الغرائب. استني، تحيه كبيره للمايا. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا كملي. كملي. رأيت الكثير من الحيوانات، تحدثت مع الأشخاص، أكلت بعض المأكولات. احسنت. وانت اسمك ايه؟ مريم. مريم احمد. هو عجب باللغة العربية؟ ايوه. أو مايا؟ قولي زي ما انت عارفه. شفت في الحديقة قرش. القرش. القرش في الحديقه. لا يعني حتة مائية. ايوه ماشي حتة تمام. مائية قرش، شكله مكتشف واسنانه بتختفي وبترجع تاني، يعني بيرجع للإنسان. احسنت ماشي. وبعدين نورين عينك. كبيرة وذهبت إنه أقتله يعني. ايوه. هو جد أكلني. اكلت وانتهت القصه بكده. هاجر اشرف. تحيه كبيره لهاجر. ممتازين. انا سعيد بيكم جدا، سعيد بيكم فعلا. الناس دي يا جماعه ممتازين، شطار جدا. زي ما قلت لكم تغلبوا على التحدث امام الجمهور الغفير ده، تحدثوا على صعوبه الوقوف على رجل واحده، تحدثوا على صعوبه القلم، وبداوا يتحدثوا على صعوبه ان هم بيتخيلوا حاجه مش موجوده، مش بيتكلموا عن معلومه معينه او حاجه هم عارفينها، هم بيتكلموا عن خيال هم لسه بيفكروا فيه حالا دلوقتي، وهم نجحوا في كل ده. كل واحد فيهم له 2 بونص هدولهم حالا.